وبركاته. عاملين ايه يا اكمل متابعين؟ رجعت لكم في فيديو جديد النهارده. طبعا الفيديو اللي فات كان يعني ازاي نعمل فيلم في لعبة ساكورا، مش كده؟ وعملت لكم جزء تاني. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن اسرار في لعبة ساكورا. طبعا في اغلبكم بيعرفها، بس هون يعني راح اعرض اسرار جديدة مع الاسرار اللي انتم بتعرفوها، بس في غيركم ما بيعرفها، فانا راح اعمل للي ما بيعرفها. اول سر معانا، بتلاحظوا يا جماعة، بتلاحظوا ان رئيس مكتب الياكوزا يلي بيصير هون هاد، يعني مثلا انا راح ادخل لعند الياكوزا هيك، راح اخذ هذا السلاح، وهلا انين راح يجولي، طبعا راح يجولي، راح ادخل هون وراح ركز على قتل الرئيس بس. يعني شوفوا، لا يا جماعة، لا لا لا، طيب هيك راح سيبها وراح روح. شو هاد؟ طيب مو مهم. هلا زمان اغلبيتهم ماتوا، فهلا راح ادخل. لكن وين انتم جايين؟ انا داخل اصلا. هاي اننا عم يضربوا في بعض هون. وينو الزعيم؟ خد هيك يا جماعة. طيب بعتقد انه ما تفاضل الا هدول. طيب مات يا جماعة، مات. هلا انا راح جيبه، راح اخده وجيبه لهون على هذا المكان يا جماعة. طبعا انا يلي بدي اياه من هذا المكان المدير، راح احسبه بس شوي، وراح اجيب هاد اللي راح فرجيكم اياه. هاد يا جماعة، لا هاد بيبي بيدي يا جماعة، اللي هو البيبي تبع الطفل. لا ما بدي ينام، بدي يخليه هو اللي ينام. انا لازم احطه هون يا جماعة. شو هاد؟ ترى بدي احمله. يلا تعال، ليش بتعند؟ طيب لا يا جماعة، ما بعرف ليش هي ما عم تزبط. طيب استغفر الله. يلا ترى يا جماعة هي بتزبط، بس ما بعرف ليه. اوكي يا جماعة، شوفوا ضبطت يا جماعة. طيب هلا انا راح اتحكم بهاد. طيب يا جماعة، انتوا هلا بتلاحظوا اشي غريب، شيء غريب يا جماعة. استنوا، راح لف الاشي هيك، وراح لف هيك. بتلاحظوا يا جماعة انه رئيس مكتب الياكوزا بيشبه مدير مدرسة ساكورا، مو هيك يا جماعة؟ بتلاحظوا نفس العين يا جماعة، نفس العين. يعني شوفوا، نفس العين، هي العين تشبه هي العين. يعني فاهمين انتم علي؟ وبرضه نفس حجم الوجه. يعني مثلا هيك، شوفوا النمط تبع الوجه، نفس هذا النمط. شفتوه؟ نفس هذا النمط. هذا الدليل بيثبت انه هن اخوات. وبرضه شوفوا يا جماعة، انا هلا بدي اطلع من اللعبة وادخلها تاني يا جماعة، ادخلها تاني. لا، لاني جايز بدي فرجيكم يعني بدي فرجيكم انه الياكوزا ما بيقتربوا من المدرسة نهائيا يا جماعة. طيب طبعا في ناس راح تستغرب. طيب راح فرجيكم هلا. طيب يا جماعة، هلا احنا راح نروح عند مكتب الياكوزا هيك. راح قرب بس من هاد، فورا ما بنوقف هون بنلاقيه لما يجي يقرب لنا يعكس اتجاهه. وشوفوا هي يا جماعة، ما هي واحد، يعني ما أنا واحد أبدا يا جماعة. وهلا يعني هنا بنلاحظ إنه ما اقترب من المدرسة،
بس لما نصير نتقرب عليه بيصير يضربنا بسرعة. يعني شوفوا راح اعملها تاني قدامكم. بيعكس طريقه يا جماعة. طبعا فرضيتي بتقول يا جماعة انه الزعيم طبعا هو واخوه منفصلين. يعني فاهمين ازاي؟ هو واخوه كارهين بعض. شوفوا هو اصلا يعني حاطط عينه علي بس ما عم يضربني. طبعا هو مستني اللحظة عشان يضربني. فهلا راح اروح اوقف تاني. وبرضه يا جماعة هي راح تفيدكم كتير اذا انتوا تقربتوا من الياكوزا بالغلط وبدكم انهم يعني ايه ما يقتلوكم. راح توقفوهم بس بتلاقوهم بيعكسوا طريقهم. شفتم يا جماعة؟ طبعا راح كمل الفرضية انها بتقول ان رئيس مكتب الياكوزا ومدير المدرسة هن منفصلين. يعني متشاجرين سوا ومنفصلين. فرئيس مكتب الياكوزا قايل لعصابته انهم ما يقربوا من المدرسة. يعني شوفوا ما بيقربوا من المدرسة خالص. فهي فرضيتي اللي بتقول هيك. طيب السر الثاني اللي راح اتكلم عنه طبعا هو موجود في المدرسة هاي وموجود هون. هاد الولد هو اقوى طالب في المدرسة يا جماعة. اقوى طالب في المدرسة. طبعا كنت سويت لكم عنه فيديو شورت صغير بفرجيكم. طبعا بتلاحظوا ان قوته الغريبة يا جماعة قوة ذراعيه 4 والرجلين 2. شفتم يا جماعة؟ هاي المواصفات ما بتلاحظوها في اي شخص. طيب خلونا نجيب هاد. راح اقول له ويت وراح اجيب شخص تاني. هاد راح اجيبه هو وريوجي مشان يتقاتلوا. يعني راح روح لهون مثلا وراح اتصل في تيكو. بعتقد انه اسمه تيكو. انتوا اقرأوا. فراح لبس هاد اللبس لانكم لما تضربوه بيصير عدوكم. ما بيروح يطلب الشرطة. انتوا فاهمين؟ فراح لبس برضو لليوجي هذا الزي. طبعا راح كله ويت وراح راح اجيب له هاد هيك. بنلاحظ انه ما يسمعنا ريوجي هيك وبنضربه. طبعا شوفوا بتلاحظوا انه غضب وما صار بده انه يروح يضرب الشرطة. يعني يطلب الشرطة. شوفوا هي بتقول wanted to kill you. يعني يود يعني قتلي. فراح اضربه لكمة كمان مشان يصير بده يضربني. فراح روح لعند ريوجي هيك وخليه يضرب ريوجي هيك. فراح تصير مواجهة بيناتهم الحين وبنشوف مين اللي راح يفوز. شوفوا بنلاحظ يا جماعة ان ريوجي هو يلي فاز في هاي المعركة. هذه بيثبت لنا انه طالب قوي. انتوا برضو صيروا اعملوا على طلاب اكتر وهو اللي راح يفوز. ماشي؟ واذا في طالب تغلب عليه اكتبوا لي تحت في التعليقات. السر الثالث يلي راح اتكلم عليه وراح يكون السر الاخير. انتوا يا جماعة بتلاحظوا ان ميو ويوتا معهم اسلحة. يعني كيف هاد؟ يعني معهم اسلحة. يعني بتلاحظوا ان يوتا الولد الصغير مع هاد السلاح وهاد. ليش يا جماعة؟ ليش؟ في ناس بتتساءل. هن مش مجرد اطفال عاديين بيلعبوا في الحديقة. يعني بيقضوها لعب طول اليوم. وميو مع هذا السلاح. على فكرة يا جماعة هذا السلاح قوي يا جماعة. قوي لدرجة انكم لو صرتوا تعملوا هيك بيقتل الواحد من ضغطة واحدة مثل هيك. بيقتلوا في ثواني يا جماعة. ليش ميو عندها هاي القوة وبرضو عندها هذا السلاح؟ طيب هذا السلاح في ناس بتتساءل هو ايش بيعمل. طبعا في ناس بدها تعرف ايش بيعمل وفي ناس عندها فضول. فراح كل لميو ويت يعني وراح اجي لمكان بعيد لهم مثلا واضرب في الارض مشان حياتي يعني الدم تبعي يكون
ناقص يا جماعة. يعني شوفوا، كونوا منتبهين على الدم، على الدم. وناقص شرطة، مو هيك؟ ناقص شرطة. فراح اجيب لهلا ميو. شوفوا، شوفوا يا جماعة، طبعا لازم تكونوا عاملين هذا السلاح. راح اعمل هيك، فبنروح ليوتا، بنلاحظ ان حياته يا جماعة رجعت مثل ما كانت يا جماعة. شفتم؟ هاد هو فايدة السلاح اللي مع ميو. طيب ليش هي مع هذا السلاح؟ تعرفوا انه ميو يوتا ابوه يعني الاب والام تبعهم اتوفوا. الياكوزا اللي قتلتهم. ف ففهن اعطوهم هذا السلاح مشان يدافعوا عن نفسهم. فهمتم؟ وميو اصلا معروفه ان هي في مدينه ساكورا ان هي شخصيه لطيفه يا جماعه. ميو معروف ان هي شخصيه لطيفه في لعبه ساكورا. في يعني في اليابان، يعني في مدينه ساكورا. لذلك هي معها هذا السلاح مشان لو قررت انها تعطف على حدا وتعالج له يعني، وتعالجه. فاهمين انتم علي يعني كيف؟ فهمتم؟ فاوكي يا جماعة، خلص فيديو اليوم. اتمنى تكونوا استمتعتم، وما تنسوا اللايك والاشتراك بليز. وصلوني هلا يا جماعة لل 2000 مشترك. فيلا باي. وقولوا لي في التعليقات اعمل ايه كمان. يعني شوفوا، انا اقدر اسوي اي اشي، فانتم قولوا لي في التعليقات وانا راح اسويها باذن الله. وباي، بشوفكم على خير.